لعيب بيراميدز ما احتكش بلعيب نادي الاهلي. ونبتدينا يا حبيبي نبتدي منين الحكايه، والحكايه والروايه ان احنا في زمن التطهير. يمه المطهر رش الملح 7 مرات، يمه المطهر رش الملح 7 مرات. بص العصفوره استقاله وليد دعبس، بص العصفوره إقالة أحمد شوبير. لكن الشخص الحقيقي اللي ورا اللي حصل لأحمد رفعت واللي جاب سيرته أخو أحمد رفعت الله يرحمه ما تحسبش ومحدش راح ناحيته. يظهر إن العصافير كترت اليومين دول. وإيه حكاية شوبير وشهد؟ اوعى تقول لي حرف الشين. طب هي تصفية حسابات زي ما قال الأخ مايكل. مين مايكل ده؟ نستنى على موضوع التطهير شوية ونبتدي مع حتى أنت يا بروطس الحكم الأسباني. أهلا بكم أعزائي المشاهدين والمتابعين لقناة ميلا سبورتس. ومعروف إني بشجع وأعشق النادي الأهلي، ويمكن الناس هتتفاجأ لما أقول لك إن ضربة الجزاء اللي حسبها الحكم الأسباني للنادي الأهلي غير صحيحة. يا عم أنت أهلاوي إزاي تكون كده؟ فعلا إن راجل حسين الشحات هي اللي رايحة في جسم مدافع بيراميدز، لكن وافق الكابتن سمير عثمان انه حكم مستواه ضعيف. وطبعا الناس هتهلل دلوقتي وتقول لك واحد اهلاوي واعترف ان ضربه الجزاء ظلم. اقول لك اهدى على نفسك شويه، ده الحكم ارتكب امور كارثيه كتيره في حق النادي الاهلي منه. امال يا عم عاملين زيطه على الحكام المصريين وبيطلبوا حكم اجنبي، وكمان مش عاجبكم الحكم الاجنبي. الحكم الاجنبي ليه قرارات خطا كتير في حق النادي الاهلي وقرارات خطا في صف النادي الاهلي، مش على طول الخط قرارات وضد النادي الاهلي زي الحكام المصريين. ونكمل مع سمير عثمان ونشوف الاخطاء الكارثيه اللي ارتكبها الحكم الاسباني ضد النادي الاهلي بنسبه كبيره. انا مش قادر برضو احكم عليها قوي، لكن هي ده وليد الكارتي. كان عندنا لعيب بتاع بيراميدز كان جاي من موقف تسلل لكن عدل جسمه لحظه لعب الكره، بقى كره صعبه. بس خلاص هنمشي مع حكام الفيديو دي. منها في شك في الهدف الاول لبيراميدز، لكن ممكن نعديها. ده لعيب بيراميدز ده واقف في موقف قبل ما الكره تتلعب. لو الراجل ده شارك في اللعب او احرز الهدف هيبقى ايه؟ تسلل. تمام. صحيح. نشوف اللي حصل. الكره اتلعبت، عندنا لعيب واقف موقف تسلل، بعد كده قفز قصاد الشناوي، بعد كده حكم المساعد ادى ركله، ادى انها هدف. لا، لكن التداخل للاعب بيراميدز المتسلل لحظه لعب الكره في الهدف الثاني المفروض ما تعديش، ويتم استدعاء الفار للحكم ويقول له ده متسلل وشوف انت بقى متداخل ولا لا. يا عم طب ما الحكام المصريين الغوا اهداف لتداخل لاعب متسلل اثناء لعب الكوره. لو بصيت هتلاقي ان معظم الاهداف اللي الغاها الحكام المصريين ان ما كانش كلها كانت على النادي الاهلي ولا طرد. انما كوره زي دي ما تحسبش فيها كارت اصفر واحمر، كارت اصفر مع اللي مع حسين الشحات. طبعا هنا في طبعا ركله حره مباشره اللي ما اتحسبتش وكارت اصفر للتهور. يعني لعبه زي دي مش هنقول فيها طرد والحكم قريب جدا من اللعبه، على الاقل انذار يا اخي. ده يا راجل حتى المخالفه ما حسبهاش واشار باستمرار. لا بس نقف هنا قدم على قدم. صح. قدم على قدم خطأ اللي هي بتتقال دعس على دعس، فوت اون فوت، ركله جزاء، اهمال، ركله جزاء ما فيهاش هزار. ركله جزاء النادي الاهلي، ركله جزاء النادي الاهلي لم يتم احتسابها. مين اللي وادي يا سيدي ركله جزاء للنادي الاهلي لم تحتسب. دعس على دعس يعني قدم على قدم، يبقى ده اسمه ايه؟ وبعد كده طبعا اللمس ده. وادي ضربة جزاء تانية للنادي الاهلي، مسك ودفع لامام عاشور داخل منطقة الجزاء. نيجي بقى للحالة الاغرب، وانا نفسي مش مصدق ازاي انه سمح باستمرار اللعب مع انها واضحة. كان محمد طاهر في طريقه للانفراد من الناحية الشمال، والشيبي قام بالشد الفالنة والاحتكاك والتعامل معه بعنف، ولم يحتسب لا كارت ولا كمان احتسب الخطأ من اساسه، مع انها هجمة. ازاي اشرح للناس اقول دي مش فاول؟ بص يا راجل سيطر اهو طاهر على الكرة والشيبي بيمسك فيه. يا راجل قرب يقلعوا الفالنة يا راجل طب احسب حاجة اهو لحد ما هي على الارض،
وبرضه سمح باستئناف لعب. الله، حاجه غريبه. ازاي لعيب بياخد الكوره على صدره ولعيب بيراميدز بيعوق لعيب النادي الاهلي والكوره في هجوم واعد ركله حره. مش معنى كده اننا بنرفض الحكام الاجانب لمباريات الاهلي المهمه، لكن ما نجيبش حكم على ما تفرض، لازم يكون من حكام الصفوه. نشوف بقى معانا ايه في الفقره اللي بعدها، ابقوا معنا. واللي يا ريت ما عملش سبسكرايب يدخل يشترك في القناه، يا ريت تدعمنا بلايك، وما تنساش تشير الفيديو لو عجبك. يمو المطهر راسي والقلب 7 مرات. قرار رئيس الجمهورية بتأميم قناة السويس شركة مساهمة مصرية. الله يخرب بيتك يا راجل، انت من فين؟ انت هتودينا في داهية، مش ده القرار، اجرى صح. انت مش واخد بالك ان الناس سقفت؟ طب يا عم مش مشكلة. قرر مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالإجماع وقف البرنامج الذي يقدمه الأستاذ أحمد شوبير وفقا للتعاقد الإعلامي معه من قرار الوقف يترتب عليه إنهاء التعاقد فورا، حيث أن مخالفة القواعد المهنية وسياسات المحتوى الخاص بالشركة أمر غير مقبول. فالشركة المتحدة تضع احترام الرأي العام المصري في مقدمة أولوياتها. وأكد مجلس إدارة الشركة المتحدة أن الفوضى في قطاع الإعلام الرياضي تستلزم مواجهة حاسمة، حرصا على حق المواطن المصري في إعلام رياضي يحترم الحقيقة ويتوخى الصدق. وتؤكد الشركة المتحدة حرصها على أن تقدم كوادرها إعلام مهني يحترم المشاهد، وإنها لن تتوانى عن ردع كل من يحيد عن المعايير المهنية التي تلتزم بها منذ بداية تأسيسها. تمام؟ كده تمام؟ الله ينور عليك. حد يكره التطهير؟ احنا مع التطهير، مع ان كل واحد في الاعلام يكون يطلع بمحتوى غير لائق او يأثر سلبيا في الرأي العام، مع انه يتحاسب. تمام تمام. مش انت كده مع التطهير؟ انت مع التطهير، انت مع التطهير. تمام، الله ينور عليكم. طب وده سايبينه ليه؟ وده سايبينه ليه؟ وده يا جماعه مش دول بيعملوا ازمه في الاعلام؟ طب احنا عايزين نعرف بقى، هو احمد شوبير ليه دخل بقصه احمد رفعت؟ علشان كده دي تهدئه الراي العام مثلا الخطوه دي، ولا احمد شوبير اصلا علشان الكلام الاخير؟ لا، انا مع انه دي سقطه منه، الكلام اللي قاله في موضوع شهد سعيد وجنى. يا عم بتدور على ايه؟ بدور على المجرم الحقيقي اللي راح ضحية اللاعب احمد. مش ده رفعت الله يرحمه يا عم، لا مش ده، ده واصل يا عم، ما هو قدامه. ايوه ايوه هو ده. أيوة الرأي العام قال كده، هو ده الرأي العام قال كده. مين اللي قال لك؟ مين اللي قال لك كده؟ ده ما حدش يعني جاب سيرته، دول جابوا سيرة الأخ الثاني اللي قلت لك عليه، وفيه واحد ثاني اللهو الخفي ما حدش عارفه، وكلمة في ودنك بيقولوا عليه راجل كبير قوي قوي قوي، علوي، يعني ما حدش قادر يوصل له حتى لو جابوا سلم. لا أخلاقيا ولا رياضيا ولا، مش طبيعي يعني. علشان احنا عاملين اجراء غير قانوني، ان احنا عاملين فيها محضر، وده اجراء غير قانوني. بس القانوني ان نوقع بعض. عملها انا ما شفتش اي حاجه من لا اتصال حتى. انت حصل لك كسر في الترقوه؟ عامله شريحه و7 مسامير. رغم كده انت غلطت يا كابتن شوبير في انك انت استهونت بالحدث اللي حصل مع لاعبة الدراجات جنى واللي عملته شهد سعيد، فان ده يعني الاخلاق قبل السباق. كون انك بتقول احنا ما نفهمش في الدراجات، فعلا احنا ما نفهمش في الدراجات ولا نعرف سباق الدراجات ده بيتعمل ازاي، لكن نفهم في الاخلاق. يعني لما نشوف موقف اللاعبة شهد وازاي انتوا بعد الموقف ده برضو هتصفروها، وكمان نقارن ما بينها وبين اللاعبة اللي هنشوفها في الفيديو.
ونقول ان هي ايه اهم حاجة الاخلاق، لانها كده يبقى كأنها مجرمة وشروع في قتل. اهلا بكم اعزائي المشاهدين والمتابعين لقنوات ميلا ثابت. لو انت عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لنا لايك، اللايكات دي بتساعدنا كتير. ولو لسه ما اشتركتش يا ريت تشترك سبسكرايب، لان القناه طبعا بدعمكم انتوا هي اللي هتكبر، وفضلا وليس امرا. اللي ما اشتركش يشترك، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك.